في خطوة تؤشر على التحاقه بركب المطبلين لرواية الجنرالات بالجزائر. وبعد سنوات من الالتزام المهني بقنوات بي إن سبورت القطرية، لم يتورع الإعلامي الرياضي الجزائري المشهور في المتاجرة برصيده بعد مهاجمته لكرة القدم الإفريقية والمنتخب المغربي بحديثه عن الكولسة ومحاولة التقليل من شأن الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي بمونديال 2022. وخلال مروره بلقاء تلفزيوني على قناة جزائرية، ذهب الإعلامي الجزائري إلى أن الكولسة أصبحت أمرا واقعا بإفريقيا، وجميع المنتخبات تلجأ إليها بما فيها المنتخب الجزائري، مضيفا أن منتخب الجيران، في إشارة إلى المغرب، ذهب إلى كأس العالم بقطر، وأن الكولسة باتت جزءا من التسيير الرياضي. وتابع الإعلامي الجزائري كل المنتخبات تعتمد على الكواليس في استراتيجيتها، مضيفا نحن أيضا استعملنا الكواليس من قبل، وإذا لم تلعب اللعبة يلعب عليك، مضيفا أن الأمر يتطلب شخصية قوية مدركة تعرف القوانين وغيرها، وأن المغرب ذهب إلى المنافسة العالمية بهذه الطريقة. وتابع أن هذه الأمور ليست سرا بإفريقيا بل باتت معروفة، مهاجما منتخب الكاميرون الذي قال إنه لم يعرف كيف بلغ إلى كأس العالم، وذلك بعد هزيمته للمنتخب الجزائري، مضيفا كنا في كأس العالم لكن في ظرف 30 ثانية لا نعرف ماذا حدث في المباراة. قبل أن يستدرك لم نعرف كيف نلعب المباراة الأخيرة. وفي محاولة منه للتقليل من شأن الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المغربي الذي صنف رابع العالم بمونديال قطر، قال الإعلامي الجزائري أنه لو كانت الجزائر قد تأهلت فإنها كانت قادرة على تحقيق إنجاز أكبر من المغرب والوصول إلى مراحل بعيدة في البطولة بما فيها المباراة النهائية، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تمتلك جميع الإمكانيات لتحقيق النجاح والوصول إلى نهائي المونديال. وبخصوص سبب الإقصاء أمام الكاميرون، أعرب الإعلامي الجزائري عن عدم فهمه للسبب وراء الإقصاء المخيب، مشيرا إلى أن اللاعبين أو المدرب أو الحكم أو رابطة الكرة الإفريقية قد تكون لهم دور في تلك الحادثة. وأثارت تصريحات الإعلامي الجزائري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه ضرب بعرض الحائط السمعة الإيجابية التي ركمها بدخوله في صراعات كان بعيدا عنها في السابق. ما قاله الإعلامي الجزائري تداوله نشطاء على مواقع التواصل، وتأسفوا لمستواه بعدما أشاد به المغاربة كثيرا حينما كان مقدما ومذيعا بقنوات بي إن سبورت.